السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في منوعات ومقتطفات أشرف وأسعار الطيور في مصر الأحد 5 هنبدأ بأسعار الفراخ البيضاء. النهاردة سعرها ما بين 69 ل71، وللمستهلك 76 جنيه للكيلو الواحد. كيلو الفراخ الساسو أو الفراخ الحمراء من 93 ل98، وللمستهلك 103 جنيه للكيلو الواحد. كيلو الفراخ الأمهات النهاردة من 64 ل67، وللمستهلك 73 جنيه للكيلو الواحد. كيلو البلد الحر النهاردة ما بين 98 ل99، وللمستهلك 104 جنيه للكيلو الواحد. الوراك من 85 ل100 جنيه، والبانيه من 190 ل200 جنيه. وأسعار البانيه والوراك بتختلف من منطقة لأخرى. الكتكوت الأبيض ما زال السعر مرتفع ما بين 21 ل25، والكتكوت الساسو ما بين 13 ل14، والكتكوت البلدي ما بين 7 ل8 جنيه ونص. وأسعار الكتاكيت دايما بتختلف على اختلاف الشركة واختلاف النوع. أسعار لحم البط والأعمار النهاردة: لحم البط الفرنسي النهاردة الكيلو من 70 ل75، والبط المولر الكيلو من 80 ل85، والبط المسكوف النهاردة سعره من 95 ل100 جنيه، والبط البلدي النهاردة 115 ل120 جنيه. سعر النهاردة البط الفرنسي عمر يوم من 19 ل19 ونص، والبط المولر عمر يوم من 29 ل30 جنيه، والبط المسكوف عمر يوم من 30 ل31 ونص، والبط البيور النهاردة سعره 25 جنيه. طيور المتنوعة النهاردة: لحم الروم الأبيض الكيلو من 120 ل125، والروم الأسمر الكيلو من 43 ل45، والأرانب من 75 ل80 جنيه، والحمام النهاردة الجوز من 75 ل85 جنيه. كيلو السمان النهاردة من 45 ل50 جنيه، والكتكوت الروم الأبيض عمر يوم من 70 ل75، والكتكوت الروم الأسمر عمر يوم من 13 ونص ل17 جنيه، والكتكوت البرونز 500 جرام من 44 ل48 جنيه ونص. أسعار البيض النهاردة: البيض الأبيض سعره من 111 ل115، والبيض الأحمر سعره من 112 ل114، والبيض البلدي النهاردة سعره من 114 ل120. وأسعار البيض دايما بتختلف على اختلاف المنطقة المتواجد فيها. وبالنظر في الأسعار نجد أن الأسعار ما زالت في الارتفاع طوال الفترة الماضية، وهو ما قد يسبب خلل في السوق المصري بسبب نقص المعروض، وده سنواجه ارتفاع أكبر من ذلك على دخول شهر رمضان المبارك، حيث يرتفع الاستهلاك من الدواجن ومن البيض بنسبة كبيرة جدا. في النهاية شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.